فعاليات التضامن مع الانتفاضة الفلسطينية الثالثة في مصر يوم 13 و14 و15 مايو. هتبدأ الفعاليات بصلاة فجر مليونية في مساجد مصر والمحافظات، وبعد كده هيتوجه المتضامنين لميدان التحرير. وفي ميدان التحرير هيكون في حشد لمؤتمر كبير بيضم شخصيات سياسية، ثقافية، دينية وعلمية. ومن أهم فعاليات وأهداف المؤتمر إحياء القضية الفلسطينية في نفوس الشباب المصري والعربي عن طريق حملات بتدعو لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بشتى الطرق السلمية، وإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتطبيق قرارات مجلس الأمن، والدعوة لدعم الشعب الفلسطيني عبر قوافل المساعدات السلمية. وبعد كده هيكون في مسيرات سلمية إلى السفارة الإسرائيلية، الأمم المتحدة، مقاهي ستاربكس. وبعد كده هتتحرك القوافل إلى الأراضي الفلسطينية. ملاحظات مهمة جدا: كل فعاليات التضامن سلمية. كل فعاليات التضامن بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. التواجد على الحدود مرهون بوجود قوافل. القضية الفلسطينية قضية كل المسلمين والعرب، وبنأكد إن فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني لن تنتهي يوم 15 مايو، بل ستبدأ، وسنستمر في دعم الشعب الفلسطيني. فلسطين ستتحرر، ونحن من سيحررها بإذن الله. أنا مصري مع الانتفاضة.